النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض لقمة القاضي بطريقة سهلة جدا وبدون عجينة سايلة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض لقمة القاضي بطريقة سهلة جدا بدون عجينة سايلة. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليهم رشة ملح، قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة ومعلقة السكر في المية الدافية. دي مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. بسم الله. هدوب الخميرة والسكر كويس جدا في المية الدافية. خلاص دوبت الخميرة والسكر كويس جدا في المية الدافية. هغطيها واسيبها 5 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. بعد 5 دقايق بالظبط الخميرة تفاعلت، عملت فوم ابيض اهو زي ما انتم شايفين. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق او بولة وهنزل نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليهم رشة ملح، وهعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها الخميرة، وهلم العجينة في الآخر بمعلقتين كبار زيت. بسم الله. هنزل بمعلقتين كبار زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجن العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. خلاص عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي، والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس واشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمدة ساعتين، وبعد ساعتين هنشوف هنعمل ايه. بعد ساعتين بالظبط العجينة خمرت وتضاعف حجمها. ههبطها، هخرج الهواء منها. خلاص هبطت العجينة وخرجت الهواء منها. على رشة من الدقيق هشكلها لبيل صغيرة، بيل صغيرة خالص. شايفين الحجم ده؟ أصغر من الليمونة. هشكلها كلها بنفس المقاس. هشكلها كلها وبعدين هوريها لكم. خلاص شكلت العجينة البيل صغيرة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنقليها على طول في زيت غزير سخن، مش هخليها تخمر، هقليها على طول. بسم الله. حطيت طاسة على عين البوتاجاز وحطيت فيها زيت غزير. الزيت سخن. هنزل بلقمة القاضي، هقليها لحد ما تاخد اللون الذهبي. وهطلعها على شربات تقيل بارد. شايفين الجمال؟ كل لقمة القاضي مقاس واحد. تعملوهاش اكبر من كده، لو حابين تعملوها اصغر. اكبر من كده بتنفش في الزيت. شايفين الجمال؟ تاخد اللون الذهبي. هطلعها على طول في شربات تقيل بارد. شايفين جمال لقمة القاضي؟ اخدت اللون الذهبي، لونها تحفة. هطلعها على شربات تقيل بارد.
جميله قوي. صفيها كويس جدا. هخلص الكميه اللي معايا بنفس الطريقه وبعدين هوريها لكم. طلعت لقمه القاضي وهي سخنه على شربات تقيل بارد. ده الشربات التقيل اللي عملناه مع بعض. هصفيها من الشربات وهرصها في الطبق وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي لقمه القاضي بعد ما خلصت ورصيتها في الطبق. شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، وكلها مقاس واحد. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل لقمه القاضي الاقتصاديه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.